الخبير التحكيمي جمال الشريف يثور غضبا في حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بسبب عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لمنتخب الجزائر. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي بأن منتخب الجزائر كانت له ركلة جزاء صحيحة في هذه المباراة، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا تعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. يبدو أن المنتخب الجزائري دائما يتعرض للظلم من أغلب الحكام، فبعد ظلم الحكم بكاري جسامة للمنتخب الجزائري في المباراة الماضية أمام إنجولا، اليوم نرى أيضا حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يظلم المنتخب الجزائري ولم يحتسب له ركلة جزاء صحيحة في المباراة، وكأن هناك من يرشي الحكام لعدم فوز المنتخب الجزائري في جميع البطولات. وقال جمال الشريف في مكالمة تليفونية لقناة الدوري والكاس القطرية: المنتخب الجزائري دائما يظلمه التحكيم ولا أعرف السبب حقيقة. المنتخب الجزائري في المباراة الماضية أمام إنجولا كانت له ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها بكاري جسامة، واليوم أيضا كانت له ركلة جزاء صحيحة أمام المنتخب البركناوي. هناك الكثير من علامات الاستفهام حول التحكيم الذي يسند دائما لمباريات المنتخب الجزائري. من الذي يريد سقوط المنتخب الجزائري؟ هكذا صرح جمال الشريف لقناة الدوري والكاس القطرية. وفي الختام، إذا كنت ترى بأن هناك ركلة جزاء صحيحة لمنتخب الجزائر اليوم، ضع لايك لهذا الفيديو واكتب لنا رأيك في التعليقات.